انت مثلا لو حابه تاكلي حلويات او اي حاجه مسكره بالعقل هتاكلي اللي انت عايزاه من غير ما تحرمي نفسك. في الفيديو ده هنتكلم عن اجازات رمضان، هنعمل ايه في الفطار وفي السحور واثناء الصيام بين الفطار والسحور، فركزوا كويس معايا جدا في الفيديو ده. وقبل اي حاجه اعملوا لايك وسبسكرايب. انا محمد حلمي، اخصائي تغذيه علاجيه، ويلا نخش في الفيديو. خلينا نبدا في الفطار، وهو يعتبر اهم وجبه في اليوم وهي اكتر وجبه عليها جدل. المشكله الكبيره اللي الناس بتعملها هي ان بتبدا الفطار بتاعها بسكريات كتيره جدا، ان كان عصاير او بلح او اي مشروبات مليانه سكريات، او بتبدا بحلويات على طول اصلا، وده كارثه كبيره جدا. فالصح ان احنا نعمل ايه؟ اول حاجه هتشرب كوبايه ميه على معده فاضيه. تاني حاجه هتبدا ان انت تاخد طبق شوربه دافي كده يدفي معدتك، وبعدها تبدا تاخد البلح بتاعك، تمره 2 3 ماكسيمم عشان السنه، وبعدها تبدا في ان انت تفطر. الوجبه بتاعتك بقى لازم تكون مكونه من ايه؟ لازم تكون مكونه من بروتين كويس جدا، ان كان فراخ او لحمه او سمك او اي نوع مصدر بروتين بتاعك. المهم ان انت تكون بدات اول حاجه بالبروتين، لان جسمك وقت الصيام اول حاجه هيخش هو هيمتصها، فافضل حاجه ان احنا ناخدها ان هو احنا ناخد بروتين، وبعدها ناخد الخضار بتاعنا عشان الياف وكمان الفيتامينز بتاعتها، وبعد كده خلي النشويات هي اخر حاجه عشان ما تستهلكش منها كميه كبيره جدا، لان طبعا بعد الصيام كله بياكل على طول من غير ما بيحس، فتلاقي ان انت اكلت كميه كبيره جدا واستهلكت كميه كبيره جدا من الاكل من غير ما تبقى انت واعي. ده اصلا هيخليك تجوع برضه بين الفطار والسحور، يعني هتلاقيك مثلا على العيش كده بدات تتسقط ومحتاج ان انت تاكل تاني، فهتبدا تاكل تاني وتلخبط. طيب نعمل ايه بقى بين الفطار والسحور؟ الفتره دي كلنا بنقعد نلقط فيها في اي حاجه موجوده في البيت، حاجه ساقعه، حلويات، بسبوسه، كنافه، قطايف، اي حاجه، فده طبعا مشكله كبيره جدا. انا ما بقولش ان احنا نمنع، بس على الاقل نقنن الكميه. طب هنعملها ازاي؟ انت مثلا لو حابه تاكلي حلويات او اي حاجه مسكره بالعقل هتاكلي اللي انت عايزاه من غير ما تحرمي نفسك. احنا ممكن نعمل حاجه كويسه جدا، هناخد اللي احنا عايزينه بس بمقام صباعين صغيرين، تمام قد كده. ناخد بقى قطعه من اي حاجه زي كده، هتبقى انت كلت اللي انت نفسك فيه، او انت كلت اللي انت نفسك فيه، وفي نفس الوقت ما حرمتش نفسك، وفي نفس الوقت وده الاهم ان انت ما خدتش كميه كبيره، لان لو كلت كميه سكريات كبيره جدا السكر هيترفع فتهبط فبوظنا الدنيا كلها، ده غير السعرات. طيب وجبه السحور، ودي اهم وجبه فعليا في اليوم. وجبه السحور هي مش مجرد وجبه، ده استثمار هيدوم معاك من 16 ل 18 ساعه صيام تاني يوم الصبح. وجبة السحور لازم يكون فيها كذا مكون. أول حاجة إن هي يكون فيها بروتين عشان تحس بالشبع على فترة السحور، وطبعا يكون فيها خضار عشان يعوضك بنسبة المية اللي أنت بتفقدها في فترة الصيام. حاول إن السحور ما يكونش فيه مخللات أو حاجات معجنة، لأن ده هيعطشك بقية اليوم وهيبوظ الدنيا خالص. طب ممكن ناخد سحور زي ايه مثلا ويكون كويس جدا؟ من افضل الحاجات طبعا هو البيض، الجبنه القريش، الفول، العيش البلدي، ممكن ناخد شوفان، بطاطس، بطاطا، كل دي مصادر هتحسسنا بالشبع طول فتره الصيام. الحاجات المهمه جدا ان احنا نحاول نبعد عنها هي الحاجات المصنعه زي الجبنه الرومي او لانشون او اي حاجه مصنعه، لان دي فيها صوديوم عالي جدا وهيخليك عطشان بقيه فتره الصيام. فزي ما قلنا نبعد عن اي حاجه مصنعه، وكمان ندور على اي حاجه فيها ووتر كونتنت كويس او فيها نسبه ميه كويسه زي الالياف، وكمان نهتم بان الاكل يكون فيه بروتين كويس جدا. طيب فترة الصيام ذات نفسها ازاي ما احسش بتعب او ما احسش بعطش؟ لو انت عندك مشوار او شغل حاول انك تخلصه بدري، لان طبعا بداية اليوم تكون انت لسه متسحر فمش حاسس ولا بعطش ولا جوع، لانك لو بدأت يومك بعد الظهر او بعد العصر غالبا انت مش هيبقى عندك طاقة انك تعمل اي حاجة. فالافضل انكم تخلصوا كل حاجة في البدري عشان يبقى عندكم الوقت اللي ترجعوا مثلا تناموا فيه ساعتين قبل الفطار عشان تقوموا رايقين وكويسين كده. لو الفيديو ده عجب الناس ممكن نعمل بارت 2 نتكلم بقى عن ايه المشاريب اللي نشربها، ايه العصاير الهيلث اللي ممكن نعملها، ناكل ايه، وصفات كويسه. فكل الكلام ده لو انتوا عايزين نعمله اكتبوا لي في كومنتات. زي ما قلت لكم ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ده وسبسكرايب للشانل، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.